تخيل تبقى سبب في ضحك جيل كامل، والناس أول ما بتشوف وشك تضحك تلقائي، لكن في آخر حياتك تقعد لوحدك مريض وشبه منسي. الراجل ده احنا كلنا تقريبا نعرفه، بس المشكلة إن أغلب الناس ما تعرفش حتى اسمه الحقيقي. مين هو رياض الأصابجي؟ وليه مصر كلها كانت بتناديه الشاويش عطية؟ رياض الأصابجي اتولد سنة 1903، وفي البداية ما كانش حد يتوقع أبدا إن الراجل ده هيبقى واحد من أهم علامات الكوميديا في مصر. لأن الشاويش عطية ما كانش شخص ضعيف أصلا، بالعكس ده كان شخص قوي جدا جسمانيا، واشتغل في شبابه في نقل البضايع والشغل الشاق. ودي يمكن أول مفاجأة، إن الراجل اللي الناس كانت بتضحك بسببه كان في الحقيقة شخص شديد جدا، وكان قوي، وكان بيشقى عشان يشتغل. والسؤال هنا، طب إزاي راجل بالهيبة دي يبقى أشهر وجه كوميدي في السينما المصرية؟